ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض الرز باللبن بطريقه بسيطه وسهله جدا، وان شاء الله هينجح معاكي من اول مره. تابعي بس الخطوات وشوفي عملناه ازاي، وازاي هيطلع وشه مكرمش بالطريقه ديت وكريمي، وان شاء الله يعجبكم. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف عملناه ازاي. اللهم صل عليك يا نبي عليه افضل الصلاة والسلام. علشان الرز بتاعنا يطلع ناجح وحلو، لازم اللبن بتاعنا يكون لبن دسم، مضمون مكان اللي هتجيبي منه، تكوني واثقة من المكان اللي هتجيبي منه انه وش اللبن حلو، لبن تقيل وفيه قشطة. هو ده اللي بينجح الرز بلبن بتاعنا، وهيطلع معانا بالحلاوة والجمال ده وكريمي. انا معايا كيلو لبن غلياه كويس بالشكل ده، ومعايا نص كوباية رز، المضج العادي بتاعنا بتاع الشاي. النص كوباية بتاخد عليها كيلو لبن. هغسله بقى وصفيه كويس من المية. ده شكله بعد ما غسلته وصفيته. ما تستغربوش من الكمية دي بتعمل عدد كبير قوي وبتبقى حلوة قوي. لو عايزة تضعفي المقادير ممكن تخليها كوباية على 2 كيلو لبن. في حلة بقى تكون عميقة هنضيف الرز، وهضيف عليه رتل اللبن، بس هشيل منه نص كوباية للآخر كده ان شاء الله. هقول لكم هنعمل فيها ايه. هنقلب بقى، هنقلب كويس على نار عالية. هو كده كده اللبن مغلي معانا. هنفضل نقلب نقلب كده لحد ما يبقبق معانا بقى كده. الخطوة دي لازم طبعا نقلب فيها عشان الرز بتاعنا ما يلزقش. خلاص بقى كده انا هغطيه وهطفي النار عليه واسيبه حوالي ساعتين، وبعد ساعتين هفتح عليه. بعد ما برد كده هتلاقي الرز معاكي يعني دخلت في السوا شوية بالشكل ده. هرجع تاني اشغل النار عليه برضو، وافضل برضو اقلب فيه مع التقليب المستمر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. هنستمر في التقليب. انت هتلاحظي ان هو الرزاية ابتدت تستوي او دخلت في السوا برضو. هيبقبق تاني معانا كده. اول ما يغلي غلوتين هنطفي عليه تاني ونسيبه برضو، بس المرة دي هنسيبه ساعة بس، مش هنسيبه ساعتين. احنا مش هنضيف مية خالص، الرز بتاعنا يعتبر اللبن بس اللي عملنا بيه، عشان كده هيطلع في الاخر طعمه حلو ان شاء الله يعجبكم. يا رب يكون واضح لحضراتكم. الطريقة دي حلوة قوي، والرز هيطلع معاك كريمي وجميل جدا. انا خلاص هو كده معايا غلى معايا تاني اهوت. هطفي عليه النار بقى دي تاني مرة. شغل النار عليه وهغطيه، وبعد ساعة انا كشفت عليه لقيته خلاص هو برد. هشغل النار تاني عليه. الخطوة دي مهمة بقى، ان احنا اللبن ما بيتبخرش والرز معانا بيستوي، وفي نفس الوقت بنستفيد باللبن بدل ما بيتبخر مع تسوية الرز. هو كده بيستوي منه فيه. هضيف بقى اول ما يغلي معايا كده هضيف معايا نص كوباية سكر. طبعا لو انتوا حابين تزودوا المقدار تبع ذوق حضراتكم، هي نص كوباية حلوة قوي على المقدار اللي انا عاملاه.
هقلب بقى لحد ما السكر يدوب معايا بالشكل ده. خلاص هو ابتدى يعني يبتدى يمسك شوية معايا بالشكل دوت. هكون بقى في الوقت ده مجهزة معايا معلقة نشا ونص كوباية اللبن اللي احنا سيبناها في اول الفيديو من مقدار الكيلو اللبن برضو، وهنقلبه كويس لحد ما النشا يدوب معانا خالص. هنضيفه بقى على الرز بلبن بتاعنا ونقلب كويس قوي لحد دقيقتين كده ولا حاجة، لحد ما طعم النشا يختفي خالص من الرز ويبتدي يتماسك شوية، مش يتماسك قوي، يا دوبك شوية صغيرين. هنضيف بقى حبة الفانيليا اللي نحطهم، باكو فانيليا، ممكن تستعملي الفانيليا السائلة. هنقلب بقى كله مع بعضه كده لحد ما هيوصل معايا للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. هو لا تقيل ولا هو خفيف، وهيتقل بعد كده لما يبرد، فمش عايزين نتقله اكتر من كده. خلاص هو حلو قوي قوي كده معانا. ننزله بقى ونطفي النار ونغرفه في الاطباق بتاعتنا بالشكل ده. انا هفضي بقى الكمية كلها في الاطباق وهسيبه يبرد تماما خالص، واول ما يبرد خالص خالص هنغطيه ونشيله في التلاجة. هنسيبه حوالي 6 ساعات. وبعد كده بقى هنخرجه. وشكله هو قبل ما يخش التلاجة كان بارد خالص. احنا كده بقى خرجناه من التلاجة بعد ما عدى 6 ساعات عليه، وطلع معايا بالشكل ده، الوش المكرمش اللي كلنا بندور عليه. لو عملت الخطوات دي هيطلع معاكي بالشكل ده، وهتاكلي احلى رز بلبن كريمي وطعمه تحفة. وتقدري تزينيه باي مكسرات انت حباها. وممكن تقدميه كده عادي حلو برضو، مش هيقول لأ. لو عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو يا ريت تدعموني بالاشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد انا بعمله. والى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة. بحبكم في الله.